احلى طريقه للفول المصري، طريقه سهله وسريعه وبسيطه، مش هتكمل معاكي اي حاجه، ويا سلام عليها. وجنبها كده اهو قرنين من الفلفل المخللين وشويه من العيش الحلوين. نبدا الفيديو بتاعنا على طول. انا شيرين حمدي ودي قناتي، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك. في البدايه خالص هبدا ان انا احط كده شويه زيت حلوين عليهم بصلايه متوسطه الحجم، وهبدا ان انا اشوح كده في البصلايه شويه صغيرين. اول كده ما يبدا الزيت يسخن معايا والبصلايه تبدا تسخن كده معايا، هبدا على طول انزل بحوالي 3 قرون من الفلفل. انا نزلت بقرنين كده هم من الفلفل الرومي، وعليهم قرن من الفلفل الحار لو انت بتحبي. حوالي 4 فصوص من الثوم قطعتهم كده بسرعه على ايديا، وهبدا ان انا اقلب في الخليط الحلو ده كده اهو لحد ما البصل والثوم كده اهو يطلعوا ريحه ويقلبوا ريحه المطبخ عندي، والبصلايه يبدا يكون لونها شفاف كده، يبقى هي كده دبلت وكانت تمام جدا. الذكر بتاع النهارده هيكون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طول الفيديو بعد الفيديو طول ما انت واقفه تعملي الفول الحلو الجميل الرائع ده، افضلي قولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هبدا ان انا اقلب واستمر في التقليب، وايدي على طول بالسباتيولا في البصل علشان كده هو ما ياخدش درجه غامقه ولا حاجه. وطبعا ما تخلوش يصفر، احنا مجرد عايزينه يدبل بس. هنزل على طول بطماطميتين متوسطين الحجم، انا قطعتهم كده على طول على ايديا. ممكن انك تبشريهم لو انت مش بتحبي الطماطم بقشرها، وممكن انك تبشريهم من غير القشر يعني، وممكن ان انت تضربيهم في الخلاط كيفما تشائين. الحاجه اللي انت بتحبيها اعمليها. انا فضلت ان انا على طول اقطعهم كده على ايديا، وهبدا ان انا اسيبهم كده حوالي 3 4 دقايق لحد ما يبدا ان هو يتسبك، بس حاجه بسيطه. تعرفي ان هو اتسبك ازاي؟ ان انت بتجيبي الاسباتيولا في نص الطاسه كده اهو، ولو هو عمل خط طويل كده وان الطماطم ما جاتش على الطماطم اللي جنبها، يبقى هي كده تكون تمام جدا واتسبكت. نزلت على طول بكيسين كده اهو من الفول. طبعا لو انت بتحبي الفول يكون مهروس اكتر من كده، ممكن تهرسيه باي هرسه بطاطس او باي شوكه او بظهر كوبايه، يعني زي ما انت حابه. لو انت بتحبي الفول متوسط كده تمام، حطيه زي كده اهو. انا بحب بعد دايما ما احط الفول احب كده احط تقريبا حوالي تلت كوبايه بس من الميه كده، على اساس ان الفول بقى ياخد من طعم الخلطه والتتبيله الحلوه دي. هبدأ بقى احط حوالي معلقه الا حاجه بسيطه كده اهو من الكمون، وزيها كده اهو من الملح. ممكن تحطي كمان، هحط كمان معلقه صغيره من الكزبره الناشفه. طبعا ممكن تحطي الشطه لو انت بتحبي الشطه، يعني اي بهارات انت بتحبيها، بس انا بالنسبه لي بحب دايما احط ملح وكمون وكزبره، مش بحط اكتر من كده. في الاخر بقى خالص دي رابطه من الكزبره الناشفه، عفوا من الكزبره الخضراء، ممكن تحطيها بقى كده على الوش، بيدي مذاق حلو جدا. انا مش عايزه الكزبره بتاعتي تستوي ولا حاجه، انا مجرد بس هقلبها كده وتاخد بس صهد الفول وهو سخن. ما تخليش الكزبره، او لو انت عندك اي حاجه خضراء، ممكن شويه شبت، ممكن شويه بقدونس متوفر عندك استخدميه. الحاجه الخضراء دي لما بتحطيها على الفول بتغير طعمها تماما، بس انت ما تخليهاش تاخد غلوه مع الفول، هي بس مجرد اول ما تحطيها اطفي على طول، اطفي وبس كده. حبيت ان انا احط بقى كده هو حوالي معلقه كبيره كده هو من الزيت على وش الفول عشان يدي اللمعان والجمال اللي انتوا شايفينه ده. بس كده ادي الفول بتاعي، طبقين فول خلصوا، هحط جنبهم قرنين كده هم الفلفل المخلل وشويه عيش كده هو سخنين، وهناكل احلى اكله بمشيئه الله. اتمنى تجربوا الاكله الحلوه دي، واتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك ولا الذكر بتاع النهارده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شكرا ليكم والسلام عليكم.